النهارده هاشارك معاك لو أنت صانع محتوى جديد على اليوتيوب، إيه الطريقة الصح اللي تعملها، وإيه الطريقة الغلط اللي تتجنبها. أول طريقة إن أنت لمّا تيجي ترفع فيديوهات، ارفعها بشكل منظم، خلّي ليك جدول مواعيد ترفع فيه الفيديوهات بتاعتك. يعني ما أجيش كل شهرين 3 أرفع فيديو و وآجي أقول الفيديوهات بتاعتي ما بتجيبش مشاهدات، دي طريقة غلط. الطريقة الصح اللي أنت ترفع باستمرار ويكون ليك وقت ترفع فيه. في حاجة اسمها عندك الجمهور، بتخش عليها بتشوف الجمهور بتاعك بيبقى موجود في أنهي وقت مناسب على مدار اليوم. على مدار اليوم بيجي في يوم السبت بيبقى الجمهور بتاعك موجود الساعة 6، يوم الأحد موجود الساعة 8، يوم الاثنين موجود الساعة 3 أو 4. أنت بتخش تشوف الوقت بتاع الجمهور بتاعك، وهنا بتكون محضّر الفيديو بتاعك ترفعه. تاني حاجة اهتم بالصورة المصغّرة. الصورة المصغّرة ليها عامل كبير جدًا. في 35% من صُنّاع المحتوى بيخشوا يعملوا الفيديو من غير ما يحطّوا عليه صورة مصغّرة، ويرجعوا يقولوا يا جماعة الفيديو بتاعنا ما بيجيبش مشاهدات، لإن الفيديو بتاعه لو الصورة مصغّرة وأنت مهتم بيها، أكيد أنا من غير أي كلام هادوس على الفيديو بتاعه طالما الصورة بتاعته شدّتني. في أكتر من 15 مليون شخص كانوا بيرفعوا على اليوتيوب يا جماعة. الكلام ده في 2015. دلوقتي إحنا فوق ال130 مليون بنرفع كل يوم فيديوهين. يعني إحنا بنعدّي كمان ال200 مليون. يعني 130 مليون دول كان السنة اللي فاتت، إحنا دلوقتي بنعدّي ال200 مليون فيديو يوميًا. لمّا تيجي ترفع الفيديوهات وتلاقي الفيديو ما جابش عندك مشاهدة، اوعى تحذف الفيديو. حذفت الفيديو أنت بوّظت الدنيا. ليه؟ أنت هنا بتخلّي خوارزمية اليوتيوب تاخد الفيديو بتاعك، وبعد ما ترشّحه للناس بترجع تمسحه، فأصبح إن اليوتيوب موّت لك الفيديو. أهم حاجة عندي بعد ما تعمل الصورة المصغّرة، بتعمل حاجة اسمها الوصف والعنوان. العنوان بتاع الفيديو طبعًا أنت بتاخد العنوان بتاعك، فأنت بتاخد العنوان بتاعك وتدّيه لChatGPT وتقول له طلّع لي أحسن عنوان من 10 عناوين. طبعًا بيطلّعهم لك، فأنت بتختار منهم عنوان وتنزّله عنوان ليك. بعد كده بتقول له عايز وصف للعنوان دوّة، فبيدّيك الوصف بتاعك بتحطه على الفيديو. بعد كده بتقول له عايز هاشتاج، وبتقول له عايز كلمات مفتاحية، وفي حاجة اسمها العلامات دي آخر حاجة. أنت بتقول له عايز علامات، طبعًا بتاخد منه العلامات وبرضه تحطها في الفيديو. ال5 حاجات اللي أنا قُلت لك عليهم دول، اللي هو العنوان، الوصف، الكلمات المفتاحية، الهاشتاج، العلامات، دول أهم 5 بعد الصورة المصغّرة. ضبّطت الفيديو ارفعه، هييجي لك حاجة اسمها بحث يوتيوب ومقترحات يوتيوب ومصدر خارجي ومصدر داخلي والصوت. وبيجي لك حاجة اسمها طبعًا لمّا تكون رافع الفيديو على لو رافع فيديو shorts وقمت حاطط فيه فيديو، بيقول لك إن الفيديو دوّة برضه بيقترح إن هو حاجة اسمها shorts. دي يا جماعة دي المقترحات اللي اليوتيوب بيخلّيها يبعتها للناس وهُم بيشوفوا من خلالها الفيديو بتاعك. أعمل إيه؟ أعمل إيه بعد كده يا جماعة علشان أتجنب الحاجات اللي هي بتوقّعني؟ في حاجة عندك اسمها لَست مخصص للأطفال، وفي حاجة اسمها نعم مخصص للأطفال. نعم مخصص للأطفال يعني أنت الفيديو اللي أنت عامله لو للأطفال بتعملها نعم، مش للأطفال بتعملها لأ. اوعى تكون الفيديو بتاعك مش للأطفال وتعملها نعم، أنت كده بتبوّظ الفيديو. اوعى يكون الفيديو للأطفال وتعملها لأ، برضه أنت كده بتبوّظ الفيديو. بعد ما بتخلّص الفيديو ما ترفعش الفيديو علني. في ناس كتيرة جاية بتقول لي يا محمد الفيديو أنا بارفعه علني على طول. اعمل حاجة اسمها غير مُدرج وسيب الفيديو من 5 ل6 ساعات. اليوتيوب ياخد الفيديو بتاعك ويفصّصه ويدّيه للجمهور الصحيح، بدل ما أنت بترفعه على طول وتصدم اليوتيوب وترجع تقول ما بيجيبش مشاهدات. لأ، خلّي اليوتيوب ياخد الفيديو بتاعك بمزاج. زي ما أنت بتقول القهوجي اعمل لي قهوة على مزاج، فبيخش يعمل لك القهوة، بيعملها لك بمزاج. بتيجي تشرب بتلاقي إيه، الدنيا تمام، القهوة طعمها تمام. لمّا تيجي أنت تقول له أنا مستعجل اعمل لي قهوة بسرعة، طبعًا لا إما هتفور، لا إما هتبوظ، لا إما هتنزل لك غلط، طلبتها زيادة هتنزل لك مضبوط، هتلخبط الدنيا. فأنت نظّم وادّي اليوتيوب الفيديو بتاعك براحته، وخلّيه يشتغل عليه براحته، وبعد كده هو لوحده هيجيب مشاهدات. استمر. فالاستمرار بيخلّي اليوتيوب غصبٍ عنه يعرف إن أنت شخص مجتهد وعايز تشتغل على المنصة ديّة، فبالتالي بياخد فيديوهاتك ويرشّحها لناس تانية كتير. في غلط مهم يا جماعة، وده أنصحك إن أنت ما تعملهوش. ما تجيش ترفع الفيديو وتقوم بعديها بساعتين 3 تفضل تغيّر العنوان وتفضل تغيّر الصورة المصغّرة وتفضل تغيّر. أنت كده خربت الدنيا. لو عملت عنوان وصورة مصغّرة وضبطت دنيتك ما تغيّرهاش.
خش شوف نسبه النقر عندك، لو نسبه النقر عندك تمام ما تلعبش في حاجه، نسبه النقر عندك فيها مشكله يبقى انت كده عندك مشكله. الكلمات المفتاحيه او في الهاشتاج او في الوصف او في العنوان بتاعك. تمام. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس، وكان معاك سر علامه الاستفهام. شكرا جدا.